يعني اليوم يلا عرفت. بالعكس كوزي بشر يجنن، كلش خوش ولد. وانا اصلا قلت له كوزي ما اريد اظلمك وياي، انا ما صار فتره من طلعت من علاقه، ما اريد اظلمك وياي. قال لي انا وياك، انا وياك اسندك، انا اصلح قلبك، انا ما ادري شنو، وانا احبك وانا اقدرك وانا بدي اجعلك على مود يصير العراق ونتزوج وهاي. انا بعدنا الصدمه ما طالعه من عندها، كل مره اجل الموضوع، كل مره اقول له بعدين، كل مره ناجل الموضوع، كل مره اسوي، لان انا ما جاهزه لهذا الشيء. تمام حبايبي، انا راح اشوف صور كل شيء عندي، فيديوهات الخطوبه والعقد والكل شيء. عبالكم اكذب؟ عبالكم كذابه مو؟ انتظروا الستوريات وشوف شو راح ينزل. والله العظيم اذا ما اخذ حقي والله لا اخذ حقي، والله لو اعرف اموت اليوم هسه اخر يوم بعمري عن حقي. يعني انا تاخذ حقه، والله انا تاخذ حقه، يعني شلون تاخذ حقه؟ عاشتي شلون الدنيا تزعلني ومترضيني بتوبه. زين ممكن احد يفهمني اذا هي كانت على ذمة علي ليش كانت تطلع لايفات ويا قزي؟ اخوي بمزح ما عليك، انا اول شيء طلقنا انا وياه، ما طولت العقد يصير، طلقنا. هالحكي قبل تقريبا 3 اشهر 3 اشهر. ها اقول لك شو وقت؟ عقدنا بشهر الواحد، حتى التاريخ كان موجود على الخواشي. عقدنا بشهر الواحد، وصلنا ورا هيك فترة بسيطة كلش يعني فسخنا العقد. راح هو بعدين يعني سبب انفصالنا وسبب هذا الشيء انه بنية دخلت وياه ما شاء الله، يعني عليها كلش زينة توفقها بحياتي، الله هذا البشر. فبعدين ورا 3 اشهر كوزي خطيت كان حاول وياي، يابا انا احبك، يابا والله ما اخون، يابا انا اريدك، يابا انا على العراق، حكى ويا امي هيجي وسوى. قلت له يابا انا اكون صريحه وياك، انا ما اريد اظلمك، انا بنيه صار لي فتره منفصله، ما ليش اظلمك وما اريد استعجل. انا دخلت بعلاقه وياك، هذا الحكي ورا 3 اشهر، ورا